أهلا بيكم في بودكاست جديد. بودكاست يوم الثلاث عن الوعي. قبل ما نقول أي حاجة عن الوعي محتاجاكم بس تكتبولي في الكومنتات ايه هي الأسئلة اللي محتاجيني أجاوب لكم عليها الفترة الجاية، وتكتبولي كده شوية عناوين للفيديوهات، وفي نفس الوقت أخد أفكار منها علشان أنا ما عنديش أي أفكار الوقت ده خالص. أول بوينت هتكلم معاكم فيها ايه هو الوعي، او ايه اول حاجة نعملها عشان نفكر بوعي اكتر ونفهم يعني ايه وعي بالتفكير. طيب، في البداية خدوا تعريف مبسط جدا، هو ممكن يبقى طويل شوية بس هو مبسط يعني تفهموه بسرعة، واكتبوه على ورقة وعلقوا الورقة دي على الحيطة عندكم وسيبوها كده كل يوم تعدوا على الورقة تقروه عشان بس تبقوا فاهمين. الوعي هو الحاجة الوحيدة المقدمة لنا من الله لهدف بناء حياة أكثر سهولة بدون أي شعور بالألم. الوعي هو الانضباط، عيش الواقع، السيطرة على المشاعر السلبية، معرفة كيف يكون العقل حاضر في هذه اللحظة بدون الذهاب للماضي ولا للمستقبل. كيف يكون العقل حاضر في الحاضر، اللي هو بين قوسين كده البقاء في الحاضر، او تعريف مبسط اكتر عيش اللحظة. طيب، بناء حياة اكثر سهولة يعني ايه؟ يعني الانسان ما يبقاش عمال يحارب في الدنيا كده بايديه واسنانه ورجليه وعمال يجري وحاسس ان هو في حرب ومفتقد حاجات كتير وعايش بتفكير سلبي سوداوي. ولان احنا اصلا متخلقناش في الدنيا عشان نعمل كده، عشان نجري بايدينا ورجلينا وعشان نعيش في حرب. لا، احنا متخلقناش عشان كل ده، الحياة ابسط واسهل من كده بكتير، وطبعا بدون اي شعور بالالم. علشان في ناس كتير قوي تقولك كل ما تحس بالالم هنا في الدنيا مش هتحس بالالم في الاخرة، او مش هتحس بالالم في الجنة. بس ده غلط. احنا مش جايين الدنيا لا نعذب ولا حتى نهان، احنا مكرمين في الارض وخلفاء في الارض، فياريت نعيش شعور المعنيين دول، بلاش لا لا ألم ولا غيره. طبعا هو الانضباط وعيش الواقع والسيطرة على المشاعر السلبية. وازاي يبقى عندنا عقل عايش اللحظة، مش عقل عايش في الماضي وعقل عايش في المستقبل. خلينا نبقى فاهمين حاجة مهمة جدا. ربنا بيقول لنا في القرآن يخرجكم من الظلمات إلى النور. النور هو الوعي والوعي الكامل، والظلمات شيء ضد الوعي من الجهل وغيره. النور هو الأفكار السلبية، الأفكار الإيجابية أسفة، المشاعر الغير مضطربة الموزونة. العقل الواعي هو اللي بيقود في مرحلة النور، مش العقل اللاواعي. والظلمات طبعا هي الأفكار السلبية، هي المشاعر الغير متزنة. والظلمات طبعا هي أكتر حاجة بالنسبة لي يمكن أعرفها. العقل اللاواعي هو اللي بيقود دور الضحية، المواقف السلبية، الأشخاص اللي ما عندهمش أي إنتاجية وسلبيين وبيكسروا مقاديفي وأنا ستيلس عايشة معاهم. فلو احنا عايزين فعلا نخرج من الظلمات إلى النور، يبقى لازم نحاول نسيطر على أفكارنا. هقولكم بإيه؟ ونسيطر على عواطفنا الغير نسيطر على عواطفنا المضطربة، ونحاول برضو نسيطر على عقلنا اللاواعي وندي الفرصة للعقل الواعي هو اللي يبقى مسيطر. تمام؟ لو احنا عاوزين نعمل الكلام ده يبقى مفيش وعي بدون تثقيف. لازم نثقف نفسنا بوعي اكتر، قراءة، التقرب من الله، وطبعا التأمل. القراءة بهدف تزكية النفس والخروج طبعا من الجهل إلى نور العلم، وحاجات تانية كتير قوي منها تطوير النفس، قراءة أكتر في علم التشريح، علم الأعصاب،
علم العقل ككيفية الإقادة. يعني انت بتعرف العقل بيقود الإنسان ازاي. من القراءة هتعرف طبعا التقرب من الله طبعا، لأن هو الوحيد اللي قادر ييسر لنا ويسهل لنا طرقنا ويخرجنا طبعا من الظلمات إلى النور بالصلوات والتسبيح والتفكر. خلينا نبتدي الأول بالصلوات والتسبيح وبعدين نسيب مرحلة التفكر دي بعدين، لأن هي مرحلة كبيرة شوية. والتأمل طبعا ناهيك عن كل فوائد التأمل، نحاول نسيطر على عقلنا، على تنفسنا، على أفكارنا، على مشاعرنا، على الناس اللي حوالينا بكيفية السيطرة على النفس. يعني احنا ما بنسيطرش على اللي حوالينا، احنا بنحاول بس نتأقلم عليهم لو احنا طبعا مش هينفع نغيرهم، زي بيئة توكسيك، أهل سامين، علاقات غير متزنة مع الأهل والأصدقاء والأقارب والجيران وكل ما له علاقة بالبيئات السامة عموما. فتعالوا أشرح لكم بطريقة سهلة كده بسيطة نعمل ال3 طرق دول ازاي. هما 3 طرق بالنسبة لي. أول حاجة الصلاة، هو التواصل مع الخالق، لأن شعور الهلع والفزع والمشاعر المضطربة، إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. التثبيت في الصلاة وإزاي نقوي جذورنا بالصلاة علشان نقدر نتواصل مع الله ونسلم له كل الأمور اللي في حياتنا، ده جزء من الوعي. التسبيح إضاقة الصدر، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أنا عارفة أن في كلام سلبي بنسمعه من الناس اللي حوالينا وممكن يكون من النفس الأمارة بالسوء، ممكن يبقى من الشيطان، ممكن يبقى من الأفكار السلبية، ممكن يبقى من عيش دور الضحية، ممكن طبعا يبقى من الشيطان، ممكن يبقى من العقل اللاواعي، ممكن يبقى من حاجات كتير قوي. فالتسبيح هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الإنسان صدره رحب وبيستقبل وما عندوش أي مشاعر سلبية أثناء الاستقبال السلبي، بالعكس ده هو بيطرد الاستقبال السلبي بالتسبيح أول بأول. فخدوا بالكم ان التسبيح ده بيعيشنا في الجنة الأرضية لو احنا مش واخدين بالنا، وزي ما قلت لكم خصوصا لو عايشين في بيئة توكسيك. التأمل، انزال النور، التواصل مع النفس، التواصل مع الجسد، التواصل مع الخالق. وانتوا بتعملوا تأمل اتنفسوا بالراحة كأنكم بتشموا وردة، اتنفسوا كأنكم بتستنشقوا معطر جميل قوي كده في الأوضة اللي انتوا قاعدين فيها. ماشيين في الشارع شميتوا ريحة فل، شميتوا ريحة ياسمين. نفس الكلام في موضوع خروج النفس، زي ما كأننا بنطفي شمعة ببطء، نفس ببطء ويخرج بمنتهى البطء. مش عاوزين استعجال خالص، عاوزاكم تعملوا سيرش على جوجل على موضوع التأمل وازاي هو بيرخي الأعصاب، بيرخي الجسد، بيخلينا في حالة اتزان نفسي، بيخلينا في حالة اتزان روحي، وحتى بيحاول ان هو يحسن الأعضاء الداخلية زي الخلايا البكتيرية النافعة طبعا بتاعة الجسم، خلايا الجسد، البكتيريا النافعة، كل ده بيتحسن عن طريق التأمل. اقروا في الكلام ده وحاولوا كده تعملوا ملخص كامل على الموضوع ده بالذات. حاجة كمان محتاجين تعرفوها، ممكن دي ما نضيفهاش بس انا بالنسبة لي حابة اضيفها، القراءة. القراءة القراءة القراءة. اول آية نزلت في القرآن انزلت في القرآن كانت اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. النية هنا مهمة، انو نية التعلم، نية التطوير، نية الثقافة، نية التثقيف، نية المعلومات الزيادة، اللي كل ما تبقى عندي كل ما يبقى عندي وعي أكتر وأكتر وأكتر. آخر سؤال، ليه لازم نركز مع ال3 أشكال دول من الوعي؟ هما طبعا بالقراءة بقوا 4 عشان بس نبقى فاهمين ليه لازم نركز مع 4 أشكال الوعي دولا، علشان الوعي ذات نفسه يزيد. من الآخر، لان اهم حاجة ممكن تحصل للانسان، وهي طبعا لازم تحصل للانسان، تعمل له نقلة نوعية في حياته، هي السيطرة على مخاوفه، السيطرة على عواطفه، السيطرة على جسده وتفكيره ومشاعره، السيطرة على الاخطاء اللي كان بيعملها زمان، السيطرة على الالام الجسدية اللي ليها علاقة بالالام النفسية. فلو عندنا الام جسدية، اهم حاجة نعملها نشوف هل علاقتنا بنفسنا كويسة وعندنا الام نفسية ولا لا. لو عندنا الام نفسية يبقى سهل التعامل،
ال4 حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول كافيين جدا يخرجونا من حالة الألم النفسي إلى حالة التطور النفسي، السيطرة على النفس، ومن ثم السيطرة على كل الآلام الجسدية. زي ما قلت لكم 4 أشكال من أشكال الوعي هي اللي تخلينا نسيطر على المخاوف، زي الصلوات وإضاقة الصدر والنفس والغضب والشحنات السلبية هي التسبيح، التأمل، طبعا زيادة البكتيريا زي ما قلت لكم النافعة في الجهاز الهضمي، لأن التأمل بيعمل الموضوع ده يعني بشكل لا يوصف. يعني كل الناس اللي عندها آلام في البطن جربوا الموضوع التأمل ده وبيقولوا نتائجهم رهيبة جدا، فاقروا في الموضوع ده كتير وانتوا هتفهموا اللي انا بقولكوا عليه. وطبعا القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، حط نية التثقيف والوعي والفهم ورفع كل درجات الإيجابية في العالم، وانتوا هتاخدوا حاجة فل الفل. لحد هنا اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ممكن يكون في فيديو جديد عن الوعي ممكن انزله الفتره الجايه، لان فعلا الوعي ده بالذات من الحاجات اللي ممكن يكون مفتقدينها في عالمنا العربي الجميل. الانسان بيبقى عايش على مبادئ معينه ورولز وقواعد حاططها المجتمع. للاسف الرولز دي ممكن تكون خطا، ومش ممكن، هي absolutely خطأ، لحد ما كل الناس تمشي عليها وتتقنها وتتوارثها الأجيال. للأسف كل مدى عمال بيقل الوعي. خلينا نرجع للنور ونخرج من الظلمات ونروح إلى النور برضو، ونعيش بوعي أكتر وأكتر وأكتر. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة. أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.